السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي شهوات ووصفات طبيعية مع سناء. اليوم غادي نقدم لكم وصفة طبيعية للشعر كتعطي للشعر اللون والقوة واللمعان. لهاد الوصفة هذه كنحتاجو 5 المعالق ديال الحنة. كنا كنعرفوا الفوائد ديال الحنة، هي كتغذي الشعر وكتكتفو وتتعالج القشرة ديال الشعر. غادي نحتاجو القشر ديال الباذنجانه وحده، تنستعملوا القشر فقط. الباذنجان كيحد من تكاثر الشيب. نستعملوا قشر ديال البصل، يمكن لكم تستعملوا اي نوع من البصل، البصله الحمراء البيضاء، اي نوع كلهم مزيانين. كنستعملوا القشر فقط. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال زيت العود، 2 معالق كبار ديال زيت العود. زيت العود تيستعملوه الناس اللي عندهم الشعر الجاف. بالنسبه لي عندهم الشعر الدهني ما تحتاجوش تستعملوا زيت العود. عندي 2 معالق ديال الياغورت او الزبادي الطبيعي. الزبادي او الياغورت تعطي اللمعان للشعر. عندي 2 معالق كبار ديال القرفه مطحونه. القرفه هي اللي كتعطي اللون للشعر، داك اللون البني. عندي هنايا 5 ديال القرنفل، ديال عويدات القرنفل او المسمار. يمكن لكم تستغناو على القرنفل ما تستعملوش، تكتفيو غير بهاد المقادير هادو. وعندي الماء اللي غادي نغلي فيه قشور ديال البصل والباذنجان والقرفه والقرنفل. اول حاجه كنغلي داك القشور ديال البصله والباذنجان والقرفه والقرنفل، غنغليهم في الماء، وداك الماء هو اللي غادي نصفيه، هو اللي باش غادي نخلط الحنه ان شاء الله. انا هنا صفيت الخليط وصفيته. هانتوما ما عرفتش واش يبان لكم اللون مزيان. هنايا بعد ما غلات صفيتها، تقريبا خليتها غلات واحد 10 دقائق، طلع فيها واحد شويه الغلي وصافي. دابا غادي ندوز باش نخلط بها الحنه. هنا وضعت الحنه الياغورت، وغادي نزيد هذوك 2 معالق ديال زيت العود كما شرت قبل، لانه زيت العود يستعملوهم صحاب الشعر الجاف اللي شعرهم دهني، ما يحتاج انه يستعملوا زيت العود. صافي وغادي نخلط الحنه ديالي بهذا الخليط. ها هو بدا تيبان اللون، هانتوما الا لاحظتوا راه تيبان اللون في الصوره. صافي غادي نخلط. غادي نحاول نخلط بحال هكا. نخلط بشي ملعقه خشبيه، ما نستعملوش شي حاجه ديال الحديد، نستعملوا ملعقه خشبيه من الاحسن. صافي غادي نخلط وغادي نتلاقاو من بعد. خليط الحنه هو خلطته، غادي نخليه واحد الساعه حتى ساعتين يختمر باش تفاعل العناصر مع بعضياتها. من بعد غادي نوضعوه على الشعر من 3 حتى ل 5 السوايع على حسب درجه اللون نتوما اللي بغيتو. الا بغيتوه غامق خليوه حتى 5 السوايع، من بعد نغسلوه. تنتمنى وصفه اليوم تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه باش توصلكم كل جديد. واي تساؤل انا رهن الاشاره. شكرا لكم والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.